السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن طريقة تمليح الفسيخ في الصيف. احنا اتكلمنا عن الطريقة الصحيحة لتجهيز الفسيخ في الصيف، وهسيب لكم الفيديو في اول تعليق مثبت علشان اللي مشافوش. النهاردة هنتكلم عن الطريقة بتاعة تمليح الفسيخ في الصيف، وهنعرف المدة بتاعته وبيقعد قد ايه في الصيف. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الاشعارات، وكمان تعملوا لايك للفيديو علشان الفيديو يترفع. الطريقة يا جماعة سهلة جدا. احنا بعد ما بنجهز السمك بالطريقة اللي انا قلت عليها بعد قبل كده في الفيديو. بتجيبي الملح، بيكون ملح خشن. بتجيبي ملح وكركم بس، ما بتجيبيش اي حاجة تانية، لا بتجيبي شطة ولا بتجيبي ورق لورا ولا بتجيبي فلفل صحيح، فلفل اسود صحيح، ولا بتجيبي اي حاجة. عندك الملح الخشن والكركم بس. تمام. طيب احنا جهزنا السمك وسيبناه يتصفى شويه زي ما انا قلت قبل كده. بتصفيه حوالي نص ساعه، ساعه بالكتير قوي على ما بتجهزي حاجتك، وبعد كده بتبداي ان انت تتملحي. طيب هل احنا قلنا قبل كده ان ينفع او صح ان انت بتسيبي السمك ينشف في المروحه والسمك يبقى محجر؟ لا طبعا، لان انت لو حطيتي السمك يعني جيتي تملحيه وحطيتيه في العلبه بتاعتك او في البوكس او في الكيس اللي انت تستخدميه، السمك مش هيقف عليه ملح. يعني انت لما بتيجي ترش عليه وبتيجي تدهني جسمه بالملح مش هيقف عليه ملح. خلاص. فالسمك حتى لو مبلول عادي جدا. احنا قلنا قبل كده ان السمك مهما نشفتي بطنه بتبقى فيها ميه لسه، مش بيكون ناشفه للدرجه اللي هي اللي انت معتقداها يعني. تمام. هنا السمك بسم الله ما شاء الله الاحجام كبيره، وبسم الله ما شاء الله سمك زي الفل. هنا كده السمك هيتملح على مرحلتين. اول مرحله هنعملها، بس اول حاجه قبل ما نملح لازم هندلك السمك. السمك هيتدلك من عند الديل كويس، وهيتدلك من عند الظهر. ممنوع ايدك تيجي عند بطن السمكه، لان ايدك لو جيت عند بطن السمكه هتضغطي عليها، ممكن تضغطي على المراره، فالمره تفرقع، فبعد كده هتلاقي السمك مر. خلاص. السمك زي ما انتم شايفين بنيجي عند حته معينه كده بعد الديل ونضغط عليها، بعد كده ما نجيش عند بطن السمكه خالص. خلاص يا جماعه. طيب هنملح السمك زي ما احنا شايفين، بنغطي جسم السمك بالملح، وبعد كده بنحشي الخياشيم ملح خفيف، وهنرصه زي ما احنا هنشوف دلوقتي. هنرصه وهنسيبه يوم واحد بس. دي اول مرحله. اول مرحله ان انت هتسيبي السمك يوم واحد بس. طب ليه يا ام انس هنسيب السمك يوم واحد؟ لان انت هتسيبيه لحد ما يكمل تصفيه الدم بتاعه، وبعد كده ان انت هترديه. طيب ايه الخطوه دي ايه ميزتها ايه او اهميتها ايه؟ الخطوه دي مهمه جدا يا جماعه في ان هي بتنزل بقايا الدم اللي موجود، وبتخلي السمك صحي ونظيف. يعني اي دم لسه مش منزلش في وقت التصفيه بينزل في المرحله دي. السمكه مبقاش فيها اي مراره، مبقاش فيها اي رواسب من دم، مفيش فيها اي حاجه باذن الله. والسمك زي ما احنا شايفين اهم حاجه الرصه. هنرص السمك راس وديل زي ما احنا شايفين كده، والسمك يكون نايم على ظهره. طيب لو انت في البيت مثلا وعايزه تعملي كميه صغيره، انت هترصي السمك في كيس او 2 بالكتير قوي بنفس الطريقه اللي انا بشتغل بيها دي، وبعد كده هتحطيه في علبه. العلبه لازم تكون مفرود فيها السمك، ما يكونش السمك ملفوف او متني. يعني ما تجيبيش جردل وتحطي فيه السمك والسمك يبقى متني، لا، لازم السمك يبقى مفرود علشان الملح يوصل لكل حته في السمكه، ما يبقاش فيه جزء متملح كويس وجزء لا. تمام. وكمان برضو علشان المراره بتاعت السمكه ما تفرقعش، يعني ما ينفعش ان انت تتني السمكه وتضغطي عليها جامد فالسمكه تقوم تفرقع. نفس الكلام للناس اللي بتملح في البرطمانات، او بتملح في اللي هي البرطمان الازاز او البلاستيك يعني، وبتلف السمكه، طبعا ده غلط. السمكه عمرها ما تتملح كويس. خلاص. طيب احنا عندنا الملح دلوقتي، انا برش الكميه اللي بتبقى على وش السمك زي ما احنا شايفين كده. برش على وش السمك كميه معقوله يعني مش كتير، لان انا تاني يوم هفضي السمك ده وهملحه تاني. طيب انت بعد ما بتخلصي بتعملي ايه؟ بتفضي الهواء من الكيس، وبعد كده بتقفلي الكيس كويس وبتقفلي عليه العلبه اللي انت عامله فيها. السمك مش بيتقلب. يعني انا يا جماعه عامله السمك ما شاء الله كميه 20 او 25 كيلو، هروح اقلب كل يوم السمك ازاي؟ ما ينفعش طبعا. لان الناس بتعتقد ان السمك الملح اللي انت الميه بتاعت السمك اللي بتنزل دي اللي بتسوي، لا طبعا، انت بتظبطي الملح بتاعك. طبعا لو انت بتعملي كميه اصغر من دي، كميه للبيت، الملح لازم يكون اكتر من كده. انت هتغطي السمك، وش السمك من فوق هتغطيه بالملح. خلاص. يعني يا دوب لو عملت بصبعك بس كده تشوفي السمك. هتغطي كميه هتغطي السمك بكميه ملح معقوله، وتفضي الهواء كويس من الكيس وتقفلي عليه وتحطيه في مكان عندك مثلا في المطبخ. مش هتفتحي عليه ولا هتيجي جنبه ولا هتقلبيه ولا اي حاجه خالص لحد ما يخلص المده بتاعته. هيطلع ريحه، كيس ممكن ينتفخ، مش مشكله خالص، الريحه دي يومين 3 وهتروح تاني. خلاص يا جماعه. لكن تقليب السمك ملوش اي لازمه. طيب انا هنا كده قفلت عليه كويس، وتاني يوم هبدا ان انا اشتغل فيه تاني. خلاص. انا جيت هنا تاني يوم
هفتح عليه وهبدأ ان انا اشتغل فيه تاني. هعمل ايه؟ هفضي الفسيخ من الملح اللي انا حطيته ده كله زي ما انتوا شايفين، هفضيه كله من الملح وهشيل الكيس اللي انا حطيته ده واجيب كيس نضيف. طبعا دلوقتي احنا هنشوف كمية المية وكمية الدم اللي نزلت من السمك. السمك لو ما تعملش المرحلة دي هنلاقي السمك شرب المية اللي كانت في الفسيخ من تحت. فاحنا شايفين السمك بسم الله ما شاء الله عليه نفخ وشخشخ كده وبقى ايه منفوخ وحلو. وطبعا الافضل ان السمك يتنفخ في الملح، يعني لو انت بتجهزي السمك ما تسيبهوش لدرجه ان هو يتنفخ بره الملح، لان طبعا ده مش صح. وتاني حاجه ان انت لما بتملحيه كده السمك بيفرقع. يعني ايه؟ يعني السمك بطنه بتفتح من الانتفاخ بتاعه، لان طبعا لسه هيتنفخ تاني. خلاص. طيب حاجه تانية، السمك لو نفخ معاكي بره الملح او بطنه فتحت هتعملي ايه؟ هتملحي السمك بتاعك عادي وتجيبي السمكة او الاتنين او يعني الحاجة اللي السمك اللي نفخ منك بتخليه على الوش، بتخليه على وش السمك. وبعد كده بتكملي عادي وبتملحي السمك بتاعك عادي. يعني انت بتملحي عادي وبتحطي السمكتين دول اللي بطنهم فتحت دول على وش السمك، او ان انت ممكن تحطيهم مثلا في كيس لوحدهم بعيد خالص عن السمك بتاعك لو انت قلقانة. خلاص. طيب بالنسبة للسمك لو انا عندي ليه احجام مختلفة، انت بتجيبي السمك الكبير تحطيه تحت، بترصي السمك الكبير تحت الاول، بعد كده بترصي السمك الصغير فوق. خلاص. طيب الكمية بتاعة الملح اللي انا بحطها مش هي يا جماعة اللي بتحدق السمك. يعني الناس اللي بتقول انا بحط كوباية او اتنين او كل سمكة لها معلقتين ملح او الكلام ده، لا طبعا. انت لو عاملة مشروع وبتعملي كمية كبيرة يعني مش هتقدري ان انت تحددي كمية الملح اللي بالطريقة دي. انت كشغل بقى تجاري بالظبط وكشغل يعني شغل ان انت بتغطي السمك بالملح، وكمية الملح اللي انت بتحطيها مش هي اللي بتحدد درجة الملوحة بتاعت السمك. اللي بتحدد درجة الملوحة بتاعت السمكة هي الأيام. يعني تقولي أنا سبته قد إيه. لو انت سبتي السمك يوم زيادة عن الوقت اللي انت محدده أو الوقت المفروض يطلع فيه، السمك هيحدق منك. حتى والله لو سبتيه ساعة زيادة، لأن كل حاجة ليها مقدار وكل حاجة ليها وقت. تمام كده. فاحنا اما بنيجي نحط السمك احنا بنحط الملح ليه على الوش؟ احنا بنحط الملح علشان يحفظ السمك ويمنع عنه دخول اي هواء. خلاص. عايزه تحطي الزيت على وش السمك فوق الملح، هتحطي، انت مش بتخلطي الزيت بالملح، لا انت بتحطي الزيت على وش الملح. يعني بعد ما بترشي الملح بتقومي رشه عليه زيت. السمك بتاعك لو سمين وفي السمونيه بتاعته خارجه انت مش محتاجه ان انت تحطي الزيت. كده يا جماعة السمك بسم الله ما شاء الله نزل كل الدم اللي فيه، ونزل شايفين كل الرواسب دي والدم ده لو كنت سبتيه في السمك ده كان ممكن طبعا السمك هيشربه تاني، وده كان ممكن يمرر السمك يخلي طعمه مش حلو. لكن لو عملتيه بنفس الطريقة اللي بقولك عليها دي هتاخدي احلى نتيجة بإذن الله، وتاخدي سمك نظيف وطعمه يعني مش بتهيألي مش هكون يعني كلت زيه قبل كده. يعني طعمه ما شاء الله مختلف تماما عن اللي بنلاقيه في المحلات. جبنا هنا كيس نضيف، رشينا شوية ملح بس صغيرين كده في الكيس من تحت. بعد كده هبدأ ان انا املح السمك تاني. طيب السمك هنملحه ازاي؟ هنحط السمك هرصه خلف خلاف زي ما انا حاطه كده. انا ما حطيتش في الخياشيم المره دي ملح. طيب ليه؟ لان انا السمك ده عايزاه يتملح براحته يعني، ومش عايزاه ياخد وقت قصير، عايزاه يتملح براحته. كمان لو السمكة صغيرة أنا مش بخرشمها، مش بخرشم السمك أو مش بحط في الخياشيم ملح لما تكون السمكة صغيرة، وكمان لما نكون احنا في الصيف. وبرده حاجة مهمة جدا، لو السمك انت جهزتيه كويس وبقى فيه ريحة الفسيخ ده مش بياخد منك وقت ان هو يتملح، يعني مش محتاج ان انت تحط فيه ملح في الخياشيم. فبنرصه كده زي ما انتوا شايفين، وهنحط عليه الملح اللي هيساعد ان هو يتملح، وطبعا هياخد وقته براحته ومش مستعجلين عليه. تمام. هنعمله بنفس الطريقة دي. طيب لو انت بتعملي للبيت حاجة مثلا 2 أو 3 كيلو، حاجة كمية صغيرة للبيت، لازم ان انا ارده؟ لا مش لازم. الخطوة دي يا جماعة اختياري حتى للناس اللي بتعمل مشاريع. لو انت مش عايزة ترديه ما تردوش براحتك، بس انا بعمل الخطوة دي زيادة نظافة على السمك كده، وزيادة جودة على السمك. فانت لو حابه تعملي الخطوه دي براحتك، مش حابه عادي خالص، مش هتاثر في السمك تاثير جامد. لكن انا قصدي ان الناس اللي حابه ان السمك يطلع بجوده اعلى وتبقى مميزه نفسها بتعمل الخطوه دي. اما بالنسبه لو بتعملي لي البيت فده مش محتاج، مش ضروري. خلاص.
هو الافضل للكميات انك تعمليها، لكن لو انت شايفه ان هي فيها تعب ليكي براحتك خالص. طيب الناس اللي هتقولي يا مؤنس السمك كده ممكن ياخد هوا وممكن يبوظ، اقول لك لا، انت بتعملي السمك تاني يوم بس، بعد كده ما ينفعش يتفتح عليه خالص. يعني لو انت ما ردتهوش وجيتي تالت يوم وعايزه ترديه، هقول لك ما ينفعش. انت هتعملي السمك بنفس الطريقه دي وهتفتحي عليه تاني يوم، هياخد 24 ساعه بالظبط. يعني انت لو عاملاه في وقت العصر هتفتحي تاني يوم العصر، لو عاملاه الظهر تفتحي تاني يوم الظهر، بنفس النظام ده. خلاص. زي ما احنا شايفين كده كمية الملح اللي انا بحطها هي دي الكمية المظبوطة والكمية المناسبة للسمك. الناس اللي هتخاف ترد السمك يا جماعة، او هتخاف ان السمك ياخد منها هوا، ما تشتغليش بالطريقة دي، ما تردهوش، اشتغلي بالطريقة بتاعتنا العادية خالص وما تردش السمك. السمك عندك لو كبير بتخرشميه او بتحشيه الخياشيم ملح، بتاخدي الوقت بتاعه المدة بتاعته، بعد كده تفتحي عليه عادي. السمك لو انت عايزة يغيب معاكي شوية والجو حر، ما تخرشمهوش، يعني ما تحطيش في الخياشيم ملح. خلاص، لان طبعا الجو الحر ده بيساعدنا ان السمك يتجهز تاني، يساعدنا ان السمك ينفخ. يعني في الصيف وقت التجهيز بتاع السمك لو قليل ما تقلقش خالص، لان السمك في الصيف فترة التمليح بتجهز السمك تاني، يعني بتساعد ان السمك ينفخ، بتساعد ان السمك ينزل بقية الدم اللي فيه. بس طبعا ده لما بيكون هتعملي الطريقة اللي هي بتاعت رد الفسيخ اللي انا قلت عليها دي. بعد كده بنقفل السمك كويس جدا، بنقفل الكيس بتاعه، بنخرج منه اي هواء وبتقفل عليه. طيب السمك هسيبه مدة قد ايه في الصيف؟ السمك يا جماعة بالطريقة بتاعتنا اللي احنا بنشتغل بيها دي هتسيبيه من 4 ل6 ايام حسب حجم السمك، يعني اقصى حاجة 6 ايام حسب حجم السمك. لو السمكة عندك كبيرة سيبيها 6 ايام، هتفتح عليها اليوم السادس. خلاص. هتقعد لها 5 ايام في الملح. في احيانا احجام بتقعد 3 ايام بس في الملح، ده حسب حجم السمك وحسب ما انتي مجهزاه. شايفين كل الدم ده، كل ده نزل كمان من السمك لما احنا اشتغلنا فيه. احنا كده ضمننا ان السمك بتاعنا بقى نضيف، السمك ما عادش فيه دم. خلاص السمك كده بقى زي الفل. هنقفل عليه وهنسيبه المدة بتاعته. خلاص قلنا من 4 ل6 ايام حسب حجم السمك. السمك مش هيتقلب، السمك مش هنيجي جنبه خالص، هتشمي ليه ريحة طبيعي جدا، بس لازم طبعا يعني المفروض ان مش ريحة نفاذة قوي علشان ده يثبت ان انت قافله عليه كويس. ومش محتاجة 50,000 كيس، لا انت تحطي كيس او 2 بالكتير وتحطيه في علبة. خلاص. السمك مش هيتقلب، السمك مش هنيجي جنبه خالص خالص غير لما نيجي نفتح عليه في المدة بتاعتنا. طيب احنا لو عايزين نحتفظ بالسمك ده بعد ما بنخلصه وبيطلع من الملح، هنحتفظ بيه ازاي؟ انتي هتطلعي السمك هتفضيه من الملح خالص خالص، وبعد كده هتحطيه في كيس من هي كيس التلاجة العادية، وتحط عليه زيت وتحطيه في الفريزر. السمك لازم يكون مش دلع قوي، لازم يكون مظبوط. لو حطيتيه في الفريزر وهو دلع قوي ده ممكن يحصل له مشاكل، لا انت لازم تحطيه وهو ملحه مظبوط. طيب انت مثلا عايزه تعرفي السمك هتعملي له اختبار عشان تعرفي الملح بتاعه، هتيجي من عند ديل السمكه وهتفتحي فتحه صغيره وتدوقي منها. لو لقيت السمكه مظبوطه من تحت من عند الديل يبقى كده السمكه تمام، ملحها مظبوط، يعني ملحها مش حادقه، يكون دلع شويه، لان الديل احدق حاجه يا جماعه، الديل بيبقى اكتر جزء حادق في السمكه. تمام كده. يا ريت يا جماعه تعتمدوا الطريقه دي، ان شاء الله هتعجبكم وهتطلع نتيجه كويسه قوي معاكم. واتمنى ان شاء الله اشوفكم على خير، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه اللي لسه ما اشتركش، واشوفكم على خير ان شاء الله. بسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.